السلام عليكم. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل حلو كده في السهل وفي السريع منه. بما ان الفراولة مغرقة السوق، قلنا نعمل النهارده حاجة كده رمضان، سهلة جدا وسريعة، وشكلها على السفرة كده خطير وطعمها حلو جدا. يلا بينا نقول بسم الله. الاول عندنا هنجيب ربع كيلو فراولة، وهنديها كوباية الا ربع من السكر، وبعد كده بالهاند بلندر بتاعك وهتديها هرسة زي ما حضرتك شايفة. لو ما عندكيش هاند بلندر ممكن تمشيها في الخلاط عادي. المهم ان الفراولة تكون كتير بحيث ان هي ما تبقاش عصير سايب قوي كده. بعد كده هنديها 3 كوبايات من اللبن، وهتديها تقليبة علشان تدخل العصير مع اللبن. بعد كده يا باشا المصفى الجميلة بتاعتك، وهنصفي بقى الفراولة واللبن اللي احنا عاملينهم. بعد كده حل على النار بقى، قبل ما نرفعها على النار هنديها معلقتين من النشا، او معلقة ونص، لو معلقة ونص كبيرة يعني مليانة، وهتقلبيهم كويس وهترفعيهم على النار. اول لما هيتقل معاكي وهيبقى بالقوام اللي حضرتك شايفاه ده، هترفعيه من على النار والكاسات بتاعتك الجميلة او البولات، وهتصبيها بالطريقة اللي انت شايفاها، ومش هتملي الكاس، هتسيبي حتة من فوق كده فاضية. بعد كده هنجيب الفراولة بتاعتنا وهنقطعها مكعبات صغيرة جدا. طاسة بقى على النار وهنديها كوباية من السكر، واول لما يبتدي يكرمل كده هنديله مكعبين من الزبدة، ويدخل بقى عند الدرجة اللي حضرتك شايفاها دي، هنروح بقى مدين له الفراولة اللي احنا قطعناها مكعبات، واديها تقليبة لحد اما الفراولة بالكراميل يوصل معاكي للمرحلة اللي حضرتك شايفاها دلوقتي، تبقى زيها زي المربى كده. تعالي بقى على الكاسات بعد ما الخليط اللي احنا عملناه جمد ومسك نفسه، نروح نازلين عليها بالطبقة دي زي ما حضرتك شايفة. حلويات بسيطة وجميلة جدا وطعمها خطير، وشايفة حضرتك شكل الطبقات، حاجة كده في اللذيذ منه خالص، وسهلة وبسيطة. جربوها وإن شاء الله تعجبكم، وما تنسوش تقولولي رأيكم. وشكرا، وكل سنة وانتم طيبين.